القائد اللي شديد طول الوقت بيخسر فريقه، والقائد المرن طول الوقت بيضيع هيبته. التوازن بين الحزم والمرونة هو مفتاح القيادة الذكية. القرار الصح مش دايما بيكون صارم ولا دايما بيكون متساهل. القائد العظيم بيعرف امتى يشد وامتى يرخي. ازاي تحقق التوازن ده؟ 3 محاور أساسية. المحور الأول، حدد الخطوط الحمراء. في مبادئ ما ينفعش تتهاون فيها أبدا. المحور الثاني، اقرأ الموقف قبل القرار. بعض المواقف بتحتاج حزم وبعضها بيحتاج مرونة. المحور الثالث، اجعل المرونة مدروسة. القائد الذكي بيكون مرن بس من غير ما يخسر هيبته. القائد الناجح مش اللي جامد ولا اللي متساهل. القائد الناجح هو اللي عارف امتى يكون كل واحد فيهم. قول لي في كومنت، انت شايف ان القائد الناجح لازم يكون حازم اكتر ولا مرن اكتر؟